في كل بيت في زاوية خفية، زاوية بنخبي فيها خوف مش مفهوم، خوف من العين، من الحسد، أو من طاقة مش مريحة. وساعات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات عجيبة، يعني منها مثلا طول الوقت نفضل ماسكين خرزة زرقاء، أو نولع على طول في بخور، أو نتجنن لو لقينا قشرة توم مرمية على الأرض وبتبص تلاقي فيه كلام غريب جدا بنقوله، زي مثلا امسك الخشب، أو 5 وخمسة في وشك، يا شيخة شيل القشر اللي في الأرض ده مش ناقصين نكد. بس احنا امتى ابتدينا نصدق ان النكد ليه ريحة، وان الشر ممكن يترد بلون، وان الخشب ممكن يحمي، والتوم ممكن يخوف؟ في حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست مش هنهاجم معتقدات، لكن احنا هنفهمها ونحللها ونشوف اصلها جاي منين، وبعد كده نقرر هل هنكمل ولا محتاجين نعيد التفكير من اول وجديد. لو دخلت اي بيت عربي او حتى تركي او يوناني غالبا هتشوف الخرزة الزرقاء متعلقة في مراية، في رقبة بيبي، على باب الشقة. وبس ليه اللون الازرق بالذات؟ وليه الناس شايفينه بيحمي؟ الحكاية بدأت من حضارات قديمة زي الفراعنة والبابليين، واللي كانوا شايفين ان اللون الازرق ده لون سماوي بيصد الشر لانه كان نادر ومربك للي بيشوف. فالناس صدقت ان العين الشريرة بتتشتت لما تشوفه، ومع الوقت الخرزة الزرقاء دي بقت تعويذة، والناس لبستها على شكل حجاب ضد نظرات الغيرة. بس الحقيقة هي مجرد رمز ما فيهاش قوة، واللي بيحميك مش خرزة، اللي بيحميك هو اللطيف الخبير، واللي بيحافظ على نعمتك هو لسانك مش الزينة اللي على صدرك. قشر التوم دلوقتي بقى متهم رسمي في خراب البيوت والنكد، لكن تعالوا نجيب الموضوع من أوله. زمان التوم كان ليه مكانة في المعتقدات الشعبية لأن ريحته نفاذة جدا، وكانوا بيفتكروا إنها بتطرد الجن والعين. بس بعد كده حصل تحول غريب، القشر نفسه اللي المفروض كان الناس واخداه رمز للحماية اتحول لفال سيء. يعني أي نكد أو توتر أكيد في قشرة توم مرمية هنا ولا هنا وإحنا مش واخدين بالنا، فالناس بقت تشيله بسرعة، مش عشان النظافة بس لكن كمان خوفا من النكد. وده بيفضح حاجة مهمة جدا، إن إحنا ساعات مش بندور على حل، إحنا بندور على مذنب وهمي نرمي عليه اللي جوانا، مع إن البيت اللي فيه راحة عمره ما يخاف من قشر، والبيت اللي فيه كتمان وخنقة هيتخنق حتى لو ريحته فل وياسمين. ودايما بنسمع ده عين وصابتنا، 5 وخميسة. الخرافة دي راجعة لفكرة كف الحماية، رمز قديم كان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بيظهر فيه المجوهرات والتمائم وحتى في الفن الإسلامي، وكتير بيشبهوه بيد فاطمة. الناس صدقت إن الكف ده بيرد الشر، فتحولت الإشارة لعادة، وكل ما تحس بالخوف من الحسد تروح رافع كفك في وش اللي قدامك. لكن الحقيقة لا الكف هيمنع قدر ولا وش اللي قدامك فيه قنبلة. اللي بيرد العين هو الدعاء، الذكر، مش الإشارة ولا الشك. ولما يبقى في حاجة حلوة انت مبسوط منها بترجعها بجملة غريبة جدا اللي هي امسك الخشب. وانت بتحكي موقف حلو عن عيالك مثلا تروح بعدها على طول قايل امسك الخشب. الحقيقة ان الجملة دي جاية من معتقد أوروبي قديم، كانوا بيعتقدوا ان الأرواح الشريرة بتتجنب الأماكن اللي فيها خشب طبيعي لأنه بيعتبر مقدس ومطهر. واحنا أخدنا الجملة دي وعلقناها على كل حاجة، أي إنجاز، أي لحظة فرح، أي حاجة بتسعدنا، بيت جديد، أي موقف احنا مبسوطين بيه نقولها قبل ما نفرح ونحس ان هي الدرع الواقي. بس المشكلة ان احنا هنا بنستبدل الحمد بالخوف والإيمان بالحركة، وبنقول النعمة وراها شك. وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش منك ان انت تمسك ترابيزة، المفروض ان احنا نقول اللهم بارك، الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، ونسيبها على الله مش على الخشب. البخور ريحة مريحة جدا، لكن عند ناس مش بس مريحة، ده كمان بيطرد العين. الناس بتولعه في الأوقات اللي تحس فيها ان طاقة البيت مش مظبوطة. وده ليه؟ لأن في ثقافات قديمة جدا زي الفراعنة والهنود كان الدخان بالنسبة لهم رمز للتطهير، بيحمل الطاقة السلبية ويطلع بيها لفوق. بس النهاردة البخور بقى تعويذة، كأن ريحته هي اللي هتنظف اللي جوانا، مع ان البيت اللي محتاج تطهير بجد مش محتاج بخور، محتاج كلمة حلوة، محتاج قلب نضيف، محتاج مسامحة، محتاج ان احنا نعرف ربنا. احنا كبشر عندنا استعداد نصدق اي حاجة لو هتدينا احساس بالامان، فبنعلق خرزة او نمد كف او نلم قشر او نمسك خشب، مش عشان مغيبين لكن عشان خايفين. بس الحماية الحقيقية مش بتتعلق ولا بتولع ولا بتتشال، الحماية الحقيقية بتبقى في قلبك، في دعائك، في نيتك،
في كلمة ما شاء الله اللي بنقولها واحنا فرحانين وحابين الخير لنفسنا ولغيرنا، وفي كلمة اللهم بارك لما نطمن بيها قلبنا بدل ما بنتمسك بالخشب. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله قريب. سلام.